عملنا كوباية الشاي، نقعد بقى. وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ احنا هنحكي من وجهة نظر مروان حامد. بص يا سيدي، من وجهة نظر مروان حامد، ثانية واحدة معلش عشان نسيت اشيله من الفيديو اللي فات، والله كده تمام. نكمل زي ما احنا. انا على قد ما حبيتها كنت داخل على جواز، على قد ما صعبت عليا انها اختارت واحد زيك. في الفيل الازرق بقى مروان حامد قرر انه هيقدم لنا مش بس فيلم رعب، لا ده فيلم رعب نفسي. طبعا دلوقتي هتقول لي يعني ايه رعب نفسي؟ ما الرعب هو الرعب النفسي، هما الاتنين حاجة واحدة. رعب نفسي غير رعب، لان ببساطة مش كل الخضات بتبقى واحدة. في افلام رعب بتعتمد في الاساس، صح ده رعب، ده خضة، دي جامب سكير، دي طريقة خضات ودي طريقة رعب. الرعب النفسي بقى في حتة مختلفة شوية. مفيش خضة، انا هسيبك بس قاعد مش على اعصابك طول الفيلم. وده ببساطة الفرق ما بين الرعب والرعب النفسي. مروان حامد برضو بصراحة مش بس نجح ان هو يطلع لك فيلم رعب حلو، لا هو طلع لك فيلم حلو. يعني ان هو مثلا من ناحية الكادرات وزوايا التصوير بجد كانت حاجة فظيعة. الكادر ده تحديدا وضح لك قد ايه ان هو شخصية غير متزنة، بان الكاميرا مقلوبة وهو نفسه اصلا نايم بشكل غريب. هنلاقي ان في وراه بطيخه كده محطوط فيها السكينه، وحرفيا متسابه بره، وواضح ان هي بقى لها كذا يوم. بس قد ايه هو قاعد بيرصص الازايز ومصمم ان هي تبقى مظبوطه، والبطيخه اللي ورا دي بتصيح في الباك جراوند. غير طبعا الادويه اللي كانت في كل حته. فهو عايز يقول لك ان هو حاليا في عزله عن الناس، بيتعالج من الاكتئاب، بيهرب من حاجه، شخصيه مهمله جدا. كل ده قاله لك من غير ما يقوله لك، من غير ما يحكيه لك، من غير ما يسمعك فويس اوفر واحد بيحكي او بيجيب لك فلاش باك. هو قاله لك في تفاصيل موجوده قدامك. وطبعا من اهم العناصر اللي لعبت دور كبير جدا في الفيلم كانت الاضاءه. وباي ذا واي، هي الاضاءه الصفراء دي بتطلع في اغلب افلام الرعب عشان، لا مش عارف بصراحه، يعني هي اضاءه بتخليك مش مستريح، حاسس انك مش قاعد مستريح، او الكادر مش مريح لعينك. هي بتطلع في افلام الرعب كتير يعني، فما ما اعرفش، اسال المخرجين، يبقى روح اسال مروان حامد. دكتور يحيى رشد. وكالعاده تنساش تبعت الفيديو ده لصاحبك اللي تاني مرة يجي يتفرج على فيديو وما يعملش فولو. انا شفت قول له انا عارفك وهجيبك، ها انا عارفك، تعال اعمل فولو. بلاش الحركات دي، تروح تتفرج في مستخبي وتمشي وما تسيبش لايك ولا فولو ولا تسيب اي حاجه. يا جدع عيب، قدر التعب. سيب لايك، قول لي رايك، رايك مهم، رايك بيفرق. وبس. اقوم بقى انا اعمل كوبايه شاي عشان الشاي خلص. صحيح، ثواني معلش، انا نسيت الماوس هنا. بس يعني عديها، ما انا نسيته برضو الفيديو اللي فات، فعديها اقعد شويه على ما اتعود ان الماوس مكانه مش هنا، الماوس مكانه هناك، معلش.